شاهد ماذا قال ليونيل ميسي بعد تسجيله لهاتريك في مباراة الجزائر والأرجنتين صدم الملايين. انظر ماذا قال: لكن وفي البداية، وإن كنت تتفق أن الحكم مارشينياك قام بعدم إخراج البطاقة الحمراء لميسي وطرده، فاضغط لايك واشترك في القناة. فازت الأرجنتين على منتخب الجزائر كما توقع الكثيرون. وخلال المباراة أعلن ليونيل ميسي أن المباراة أمام الجزائر كانت صعبة جدا، وأن الحظ حالفه بتسجيل هاتريك على الحارس زيدان ابن الظاهرة زين الدين زيدان. وأكد أن الحكم لم ينشر له البطاقة الحمراء لأنه لم يستحقها، لم يكن يتعمد إصابة عيسى ماندي. وفي المباراة ذهب إليه الحكم وابتسم في وجهه وقال له: ميسي، أعلم أنك لم تتعمد إصابة مدافع الجزائر، لذلك لن أخرج لك البطاقة الحمراء. وأتمنى ميسي حظا موفقا للمنتخب الجزائري في بقية مشواره بكأس العالم، وأتمنى فوز الخضر على الأردن والنمسا للتأهل إلى الأدوار القادمة، ولم لا ملاقاة المنتخب الجزائري مجددا في نهائي كأس العالم.